الاهلي بيفوز النهارده برباعيه. هل كده النادي الاهلي ضيع اللي عمله في اول مباراه في بدايه الموسم؟ هل كده نقول يا مرحب بعوده النادي الاهلي؟ هل كده نقول ان النادي الاهلي الحقيقي والمعروف وصل وجه؟ خلينا نقول ان الموضوع بمنتهى البساطه، انت حطيت التشكيل الصح، نزلت اللعيبه الصح، شفنا ديانج في ارض الملعب في نص الملعب صداده واكل ومغطي نص الملعب تماما تماما، وخروج ديانج شفنا عمل ايه. كلام كتير وكلام مهم عن مباراة الاهلي وفاركو اللي انتهت باربع اهداف مقابل هدف ملوش اي 30 لازمة. فخلينا نبدأ حلقتنا النهاردة ونقول ان النادي الاهلي مع كل مباراة هيكون اشرس، هيكون افضل، هيكون احسن. النادي الاهلي بيجي مع المباريات. النادي الاهلي لو بدأ كويس وعمل ضجة كويسة خاف عليه، النادي الاهلي لو بدأ وحش ما تخافش عليه. خلينا نبدأ ونقول ياسين مرعي النهارده بيرجعنا تاني لمحمد عبد المنعم، كأن محمد عبد المنعم ما راحش فرنسا ولسه موجود معانا في نادي الاهلي. نمسك الخشب ونقول ما شاء الله. خلينا نقول ان جنبه النهارده كان اشرف داري قدم مباراه كويسه. محمد هاني كعادته بيرجع لنا بمباراه من مبارياته الكويسه اللي بتستخبى في الدرج وما بنشوفهاش تاني. كانت مباراه على مستوى عالي، عمل 2 اسيست وفي الاخر بياخد انذار ملوش اي لازمه، وبيتهيألي هو انذار خاطئ من الحكم. في يعني انا ما اعرفش الحكم طلع الانذار ده ليه. هو بيقول له اطلع من هنا، فمحمد هاني راح للناحيه الثانيه. يعني بشوفها كتير، شوف الحكم بينادي عليه بيقول له لا، بينادي عليه واطلع من هنا، بغض النظر عن انهم اصلا كانوا في نص الملعب. يعني هيطلع من هنا هيطلع من هنا، هي نفس المسافه، هو نفس الوقت، ما فيهاش اي حاجه. خصوصا كمان ان انت الفريق التاني ما قداموش يعني هدف ويتعادل مثلا، او احنا مش متعادلين فحد محتاج الفوز، لا ده انت فرق 3 تقريبا ولا فرق 2 كان وقتها. فانذار ملوش اي داعي، انذار غريب جدا بالنسبه لي لمحمد هاني. كريم فؤاد مباراه جيده طبعا، كنت اتمنى استمرار علي معلول، والنهارده كان واخد ستايل علي معلول كده بشكل غريب، نروح لنص الملعب وزي ما قلنا محمد علي بن رمضان ده طبعا خارج التقييم، ما ينفعش تتكلم عنه، ما ينفعش تقول حاجه عن محمد علي بن رمضان، لان ده لاعب بره كده التقييم، بره الدنيا كلها، حته جوهره. اتاخر كتير النادي الاهلي علشان يجيب محمد علي بن رمضان، وكان يستحق الضجه اللي كانت معموله عليه. فهي صفقه قويه جدا جدا للنادي الاهلي وجود محمد علي بن رمضان. عمل اسيست عالمي لزيزو، استلامه للكوره ولا حاجه من الخيال. نروح لديانج اللي جنب منه. احنا بقالنا فتره بنقول ديانج في نص الملعب، ديانج كان مدي النادي الاهلي نص الملعب، خلاص هو نص الملعب في جيبك في وجود ديانج. صداده، هضبه، دبابه، قول عليه زي ما انت عايز تقول، قول ديانج في نص الملعب حاجه يعني اللهم صل على النبي. تغيير بقى ديانج وخروج ديانج دي اللي تخليني اقول على ريبيرو اللي انا ما كنتش عايز اتكلم عنه دلوقتي خالص. تبديله ما يعملهاش مدرب كفتاكي. انت واضح جدا الفرق ما بين خط الوسط بتاعك في وجود ديانج ومن غير ديانج. انا عندي 3 اجنحه، عندي زيزو، عندي تريزيجيه، عندي بن شرقي. التبديله دي كانت تكون بخروج واحد منهم، ما كانتش تكون بخروج ديانج ابدا. التبديله دي كانت تكون بخروج واحد من تريزيجيه، بن شرقي، زيزو. فكان العادي والمنطقي والطبيعي خروج واحد من ال3 دول. انك تخرج بقى ديانج دي الغريب، ودي اللي نتج عنها كوره الهدف. شوبير طبعا هو يعني يتحمل الهدف طبعا، ولكن بتبص للاول لها جوانب كتير. مدرب غير لاعب في نص الملعب فبدأ الفريق المنافس يمسك نص الملعب، فبدأ يروح عليك بكرة و2، وشوفنا ده كانت منهم كورة الهدف. طيب الجانب التاني ان محمد هاني اصلا بيخرج الكورة وهو مش داري تماما ان شوبير جنبه وممكن يمسك الكورة بمنتهى السهولة. يعني لمسة محمد هاني ما كانش ليها لازمة، وشوبير كان جنبه، كان ممكن يخلي شوبير يجي يمسك الكورة. ودي من المفروض ان هي حتة خبرة. ولو اتكلمنا على الخبرة فاحنا هنتكلم عن محمد هاني، لان محمد هاني انت بتتكلم بقاله كام سنة جوه النادي الاهلي، فالمفروض محمد هاني يعني من الناس اللي عندها خبرة كبيرة جدا. فانا شوبير 90% من الهدف، في 10% تانيين تغييرة مدرب او تدخلات مدرب في سير المباراة، ومحمد هاني اللي هو المفروض عنده خبره، واللي هو المفروض يكون عنده تفاهم مع حارس المرمى ان هو يقول له تعالى امسك كره زي دي ويحجز له عليها ويخليه يمسكها بمنتهى البساطه، لان خصوصا ما كانش في حد اصلا جنبهم. يعني فخري جه من بعيد ما كانش جنبهم.
جه لسه شوبير طلع يجري بعد لمسه محمد هاني عشان يلحق الكوره، فانت كل ده كان ممكن بمنتهى البساطه شوبير يمسك فيها الكوره. فلقطه الهدف هي لقطه فيها جوانب كتير، يعني زي ما بنقولوا كده هي دي بقى التفاصيل بتاعت كره القدم. لو كنت اهتميت بالكام تفصيله دول هتلاقي ان انت ما تستقبلش اهداف خالص. لكن هل شوبير هنا بقى يقعد دكه؟ هل شوبير هنا هو حارس متعجرف؟ طب هو شوبير عمل الغلطه دي عشان هو شاف نفسه والمدح فيه خلاه شويه ياخد شويه من الثقه وشويه من الغرور، ولا هو ضغط؟ بص، ممكن يكون غرور بس ممكن برضو يكون ناحيه تانية ان هو عليه ضغط. شوبير لما كان بيلعب قبل كده كان بيلعب وانت مش مستني منه حاجه، بمعنى ان شوبير لو نزل واخطا هتقول ده جاي من الدار للنار ولسه بيبدا مسيرته مع النادي الاهلي. طب شوبير لو اخطا دلوقت لا هيتحاسب ليه؟ لان انت دلوقت انت مستني شوبير اللي هيطلع نار من بقه، مستني شوبير اللي مش هيعدي النمله. فضغط كبير جدا على مصطفى شوبير بيعمل له نوع من ان هو ممكن يغلط اخطاء ساذجه زي دي بسبب انا عايز اعمل احسن، الناس مستنياني ومستنيه تشوف احسن حاجه، الناس بعد كميه الكلام دي فناس مستنيه. وكمان ضغط ان انا لو اخطات فعلى طول انا زي ما بيقولوا كده قطم رقبه وهطلع اقعد دكه تاني. فبالتالي في ضغط كبير جدا على مصطفى شوبير، ده ما كانش موجود في المباريات اللي فاتت، لان في المباريات اللي فاتت انت مش مستني منه حاجه، هو حارس لسه شاب جاي من الدار للنار مثلا في غياب او اصابه محمد الشناوي فادى فكان بها، ما اداش هتقول ده لسه ناشئ ولسه جاي. لكن دلوقتي الوضع مختلف تماما، الكل مستني شوبير اللي هيطلع نار من بقه، فده عامل ضغط كبير جدا. فهو اما غرور او اما ضغط، وانا برجح الضغط وبرجح وبتمنى ان شوبير يفضل مكمل لسه. انا ما ينفعش اجي اذبحه دلوقتي، لا ما ينفعش، لازم يكمل ولازم يكون هو حارس مرمى النادي الاهلي. الا لو انت هتمشيها باللي يخطئ يقعد، يعني لو الحارس اللي هيخطئ يقعد. ودي كانت رساله النهارده مهمه لقفشه واحمد رضا، انت ما اديتش كويس، تايه في ارض الملعب فهتقعد دك، خلاص خلصت ما فيهاش كلام. فعموما مباراه النهارده هي مباراه كويس للنادي الاهلي، رباعيه جيده، ظهور ولا اروع لزيزو بهدفين ولا اجمل محمد علي بن رمضان. تريزيجيه بقى هو اللي من بعد ضربه الجزاء اللي ضيعها قدام بورتو وهو مش موجود، يعني ظهر في المباراه الوديه وظهر في مباراه بورتو في الشوط الاول باحسن ما يمكن وبافضل صوره، فقلنا تريزيجيه. ولكن واضح ان ضربه الجزاء بتاعه بورتو ما زالت مؤثره بشكل كبير جدا على تريزيجيه. بن شرقي محتاج شغل اكتر من كده، محتاج حد يشتغل معاه، لان بن شرقي عنده وظهر في اكتر من كوره وعمل اسيست كويس، بس محتاج حد يشتغل معاه اكتر من كده، حد ينبهه شويه ان هو محتاج يدوس على نفسه شويه عشان انت عندك احسن. محمد شريف حط جول كويس، اي نعم ضيع كوره في بدايه المباراه ما تضيعش من مهاجم النادي الاهلي، ومش عايزين نقول يعني لو وسام كان موجود كان سجلها، ولكن خلينا في اللي احنا فيه، لانه بيرجع وبيطمن قلوب الاهلاويه بكوره تانية حطها بشكل مثالي كويس بلفه راس عالميه في مرمى فاركو، فدي يعني ريحت الواحد شويه. جراديشار برضو لعيب كويس محتاج ياخد من الوقت برضو شويه. فكمجمل النادي الاهلي النهارده جيد، النادي الاهلي النهارده كويس، نشتغل على اخطائنا، نصحح اخطائنا، وان شاء الله الجاي خير. مدرب وحش حلو ده سؤال هيتسأل كل مباراه وكل حلقه، ولكن خلينا نقول لازم نستنى على الاقل مش اقل من 5 ماتشات جايين عشان تقدر تقول هنا فكر المدرب رايح فين وجاي منين، خصوصا بعد عوده امام عاشور، لان ده حاجه مهمه او قلب النادي الاهلي النابض. حلقتنا خلصت، سلام.